توفيق عكاشة اتوقع كل اللي بيحصل دلوقتي في غزة من 4 سنين. الحقيقة بعد ما كلنا شفنا الأحداث اللي بتحصل في غزة بقالها أكتر من 50 يوم، ما جاش على بالي غير شخص واحد، توفيق عكاشة، وهو بيحذرنا كل يوم وعمال يزعق ويلطم على الهوا علشان ناخد بالنا. واحنا وقتها كنا فاكرينه يا عيني عايم في نظرية المؤامرة، وإنه بيخرف وبيقول لنا أي كلام. فبسرعة قمت على طول علشان أشوف توفيق عكاشة كان بيقول إيه من 4 سنين، ولقيت مصايب. ده كأنه يا جماعة كان عايش وقتها. فحضر كوباية الشاي المتينة وتعالى لما أحكي لك عكاشة قال إيه وبيتحقق دلوقتي. توفيق عكاشة طلع ومسك المصحف من 4 سنين كده وقال لنا والمصحف ده بني إسرائيل في خلال 4 سنين هتمشي في خطتها علشان تملك مصر. وابقوا افتكروا كلامي كويس. الغريبة بقى إن بعد 4 سنين اللي هي دلوقتي يعني إسرائيل بتعمل كل اللي تقدر عليه علشان تشتري سينا بكل صراحة كده وببجاحة كمان، وبتقول لنا شوفها بكام وخد فلوسها. لا ومش كده وبس، ده كمان هنلغي ديونك، اللي هو يعني طب حاربنا، طب اعمل أي منظر علشان تاخد الأرض. انت داخل تشتري كده يا عم الحاج؟ هي زريبة يا حبيبي، هي زريبة دي. توفيق عكاشة ما اكتفاش بكده كمان، ده كان كل حلقة بيجيب ورقة وقلم ويسمع لنا خطة إسرائيل كأنه كان سامعها من نتنياهو شخصيا. وقال لنا كمان إن بني إسرائيل بيسعوا إنهم يكونوا إسرائيل الكبرى، وده طبعا اللي بيرمز للخطين الزرق اللي في علمهم، اللي هو من نهر النيل للفرات، وده بيشمل كل الدول زي أجزاء من السعودية والعراق، بلاد الشام ومصر. أيوة زي ما بقولك كده، هي دي خطة إسرائيل اللي بدأتها باحتلال فلسطين، وكانت هتكملها في حرب 67 لما نجحت في أخذ أجزاء من الأردن وسوريا ومصر ولبنان، ولحد الآن بتسيطر على معظم الأجزاء دي. لكن هنا في مصر طبعا الرئيس السادات اداهم على عينيهم زي ما كلنا عارفين. عكاشة بقى كمل وبيقول إن إسرائيل بتمشي في مخططها بذكاء وببطء شديد، لدرجة إنهم بيسيطروا على حصص كبيرة جداً في البنوك المركزية في الدول العظمى علشان تتحكم في اقتصادها. وقال كمان إن إسرائيل مشيت في خطوات ممنهجة علشان تسلخ الديانة المسيحية من المواطنين الأوروبيين علشان يكون لهم تواجد بينهم، وده لأن لو المسيحيين فضلوا متمسكين بعقيدتهم كانوا هيكرهوا اليهود وهيعملوا فيهم زي ما عمل عمنا اللي انتوا عارفينه. أيوة هو ده. وده بسبب إن في العقيدة المسيحية اليهود هم السبب الرئيسي في صلب ما قالوا عليه السيد المسيح، فمستحيل المسيحي المتمسك بدينه يحب أي يهودي ولا يكون في بينهم أي تعامل أصلاً. علشان كده كنا بنشوف لما الألمان خسروا في الحرب العالمية الأولى، اليهود كانوا بينشروا كل أنواع الفسق والفجور، ويقال إن عمنا اللي انتوا عارفينه برضه بيكرههم بسبب إنهم أفسدوا الشعب الألماني وبعدوه عن الدين وألهوه في ملذات الشهوات علشان ينفذوا خططهم في سلخ الدين المسيحي من أوروبا. كمان عكاشة بيقول إن الخطوات الممنهجة اللي بتعملها اليهود دي ما هي إلا خطة مدروسة علشان الأوروبيين يساعدوهم في إنشاء إسرائيل الكبرى، وده اللي بيحصل دلوقتي. ومش ناقص بس غير أول خطوة في خطوات التوسع الإسرائيلي، لأن كل الخطط اللي عكاشة قال عليها دي اتحققت في خلال ال4 سنين اللي فاتوا خلاص. وبس كده. وما تنساش تقولنا في التعليقات، ها تحبوا ندعبس كمان ورا العكش ونشوف توقعاته كلها عن بني إسرائيل، ولا كفاية لحد كده بدل ما يكون في متوقع تاني بمصايب تانية احنا مش قدها؟ ربنا يستر من اللي جاي. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.